السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعيني في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ تعالوا نعمل الفطار الجميل ده، فطار أول يوم العيد. زي ما انتم شايفين كده عاملين الكبدة، وطبعا كلنا لازم نفطر كده كبدة يوم العيد. كل سنة وانتم طيبين. وعملنا الطحينة وعملنا الويسكي الحلال أو سلطة المشويات، وعملنا بقى كده المخلل ويعني الحاجات كده التحابيش الحلوة. ودلوقتي بقى نشوف الطريقة. معايا نص كيلو من الكبدة، طبعا الكبدة دي جبتها وحطيتها في الفريزر علشان تجمد، علشان لما اجي اقطعها كده تكون تطلع معايا شرايح حلوة وسليمة. وبعد كده معايا بقى طاسة على البوتاجاز، حاطة فيها بقى معلقتين من الزيت. وبعد كده عايزين طبعا الزيت بتاعنا يكون قادح قوي، علشان اول ما ننزل عليه بالكبده تاخد صدمه كده والمسام بتاعها يقفل، وما تنزلش معانا ميه خالص. وهنفضل كده نشوح فيها لحد ما كلها كده تاخد لون التشويح كده، وتبقى يعني لونها يتغير. ولو انتوا اول مره بتتابعوني، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا كل وصفاتي. متبخلوش عليا بلايكاتكم ولا بكومنتاتكم الحلوه. طبعا كده بقى هي خدت تشويعها اهيت. هاجي معايا بقى بصلايه كده مقطعاها شرايح، هنزل عليها وهنسيبها بقى كده تشوح. اول ما البصله بتاعتنا تدبل كده وتاخد يعني تبقى متبله كده وخلاص قربت على السوا، هنزل بقى بالبهارات بتاعتنا، وهنزل بالفلفل معانا. الفلفل الالوان معايا طبعا، عايزه بقى تحطي احمر واخضر واصفر زي ما انت عايزه. انا ما كانش عندي غير الاخضر والاصفر، فهحط كده ايه يعني حوالي فلفلتين كبار كده. طبعا البصله بتاعتنا دبلت اهيت، هجيب بقى الفلفل وانزله. طبعا الكبده ما بتاخدش سوا خالص، طبعا يعني في ثانيه كده تعمليها تكون في 10 دقايق تكوني مخلصاها، لان طبعا كتر ما بتسوي في الكبده بتنشف معاكي وبتأستك كده، يعني على طول كده مقدار ما بتشم كده كده الكبده مقدار ما بتشم النار بتستوي على طول. احنا بس يا دوبك كده بقى ايه بنشوح فيها كده البصله مع الفلفل، تشويحه كده بسيطه، يعني ما بتاخدش مننا 5 دقايق 10 دقايق. بعد كده بقى هجيب فص ثوم وهنزله معانا، هنزله في قلبها كده، علشان طبعا فص الثوم ده بيدي طعم وبيدي ريحه حلوه جدا جدا للكبده بتاعتنا. دي كبده اسكندراني طبعا. هي بقى ايه بقى، انا بحب احط لها بصل كده. الكبده الاسكندراني ما احطش فيها بصل، بس انا بحب ان انا احط فيها بصل يعني. الكبده الاسكندراني بتبقى عباره عن فلفل والكبده والفلفل والثوم بس. لكن انا بحب بقى احط لها كده بصلايه، البصلايه بتطعمها وبتكترها وبتخليها حلوه. خلصنا بقى الكبده بتاعتنا، هنسيبها كده دوب بس دقيقتين تتشوح كده مع الفلفل والبصل، وكده خلاص طفينا عليها. نيجي بقى نعمل سلطه المشاوي او الويسكي الحلال. معايا كده طماطمتين بشرتهم على المبشره، ومعايا بقى طماطمتين عملتهم كده مع خيرايه مع عودين من الكزبره الخضراء وعملتهم سلطه. بعد كده بقى هنزل بقى هنزلهم على الطماطم اللي انا بشرتهم، وبعد كده هجيب معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره، وهحط كده معلقه صغيره من البابريكا، وهعصر ليمون واحط الملح، وهزود كوبايتين ميه، علشان طبعا بقى تعمل لنا كده ايه الويسكي الحلال الحلوه اللي احنا السلطه الجميله اللي احنا بنشربها جنب المشويات دي. هنعصر كمان ليمون، ولو في خل كمان، انا صراحه ما كانش عندي خل، لو في خل بقى كمان هيدي طعم كمان جميل جدا. انا كنت رحت اشتريت الخل بعد ما كنا يعني جبناها بقى وكلناها، عملناها وكلناها. حط بقى كمان كوبايتين من الميه. بالله عليكم اللي وصل لحد كده مبخلش عليا باللايك، حطوا له لايك واشتركوا لي في القناه لو انت اول مره بتتابعوني. طبعا فطار العيد ده بيبقى فطار جميل جدا. بتاكلي كده صباح الصبح كده تاكلي كبده كلها فوايد وحاجات حلوه، وشويه سلطه جمال كده مع حبه الطحينه. ما اقولكوش بقى اكله بجد تحفه وجميله وخفيفه. خفيفه، بس يعني هي خفيفه في الطبيخ، لكن هي بقى في الحر ده بتبقى حاميه جامد. عملنا طبعا السلطه هي بتاعت الطحينه، وانا عملتها معاكم كتير على القناه.
وهي سهلة جدا خالص. بتجيب الطحينة وتحطيها في طبق وتحط عليها برضو معلقة من الثوم المهروس او البودر، وتحطي بقى التوابل بتاعتك وبتزودي بمية سخنة لحد ما تديك القوام ده. وكانت بقى دي الفطار بتاعنا. اتمنى لو عجبكم يعني ما تبخلوش عليا باللايكات ولا بالكومنتات بتاعتكم. وطبعا انا عبيت بقى حطيت بقى كده السلطه كده في كوبايات، والسلطه التانية بقى كده خليتها في جنب كده، وعملنا مخلل. وكانت اكله جميله ولذيذه. اتمنى لو عجبتكم الفيديو ما تنسلوش باللايك ولا بالشير، واشوفكم بقى في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.